البداية كانت بمدرسة الفنون الجميلة، ثم مدرسة للفنون بالجمهورية العربية المصرية، لينتهي المطاف بهذا الفنان في ورشة صغيرة باتت هي المنزل والعائلة الثانية لسعيد بن جاب الله. فتحت ورشة 95 لحد الآن، والورشة تاعي صارت يعني مفتوحة لأي واحد، أي واحد يكون راغب باش يحب يتعلم المهنة هذه، يعني نرحب به. وإحنا رانا هنايا ومازال ناويين إن شاء الله نزيدوا المشوار إن شاء الله، اللي نقدر ندير مثلا مدرسة ونكون ناس اللي مثلا أي واحد، وكانوا السن ما فيهش يعني كيما حنايا السن قال مثلا 10 سنين ولا 20 ولا 50 ولا يعني ما فيهش السن، يعني أي واحد يرغب المهنة هذه نعطيوها له إن شاء الله. فالزائر لورشة بن جاب الله ومن الوهلة الأولى يلمس فيها اللمسة الشبانية واهتمام شاب الجزائر بفن السيراميك بمختلف الفئات والأعمار بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة. فبعد عمله في عدة ورشات قرر هذا الفنان فتح ورشته الخاصة التي باتت مدرسة للعديد من الشباب المتعطش لتعلم الخط الإسلامي وفن السيراميك بتقنيته المتعددة لضمان استمرار هذه المهنة التي تمشي في طريق الزوال. طبعا هي عندي كل ما يقرب 36 واحد بين البنات والأولاد، فيهم اللي هما هنايا كما قلت لك يعني راهم معايا، وهما بعد اللي يتكونوا هنا يرجعوا هما اساتذه اللي يجيو متربصين هما اللي يكونوهم. اختي مع الاول كنت نخدم ديكوراسيون سيرفر، ومن بعد ديك اختي جابتني. مع الاول كنت نديسيني بالقلم، كان عندي بروبليم في لي كولور، شويه بشويه بداو يعلموني. التكوين تاعي كنت نقرا خطره في السمانه في السونتر، ولي جور الاخرين في لاتيلي نشوف كيف يخدموا كذا لي زارتيست لي زونسيان. تعلمت دوكا وليت نخدم وحدي كلش. عراقيل بالجملة تواجه هذا الفن الراقي بخطوته المحددة وتقنياته المختلفة، والمادة الأولية هي المشكل الرئيسي بعدما أصبح استيرادها حكرا على الوسطاء. طبعا المشاكل اللي رانا نتخبطوا فيهم اللي راني نتلقاهم، يعني على بالي باللي كل الحرفيين نفس المشاكل اللي نتلقاوهم هما تاع المواد الأولية. المواد الأولية هذه المشكل الكبير انه اللي راهم يجيبوهم لنا الناس كيما حنايا بالعاميه البزنسيه، شغل الناس اللي يحبوا المهم يخدم صدير يبيع ويشري وما يعرفش الماده هذه اذا كانت تصلح ولا ما تصلحش. وهذا الشيء احنا نتلقاو منه المشاكل، لانه احنا الماده الاوليه هي الاساس نتاع المهنه نتاعنا، لانه النتائج اللي طلعوا لنا على حسب المواد الاوليه. اذا كان الماده الاوليه نظيفه وراقيه، المنتوج تاعك يخرج نظيف ومستوى عالي، وهذا يعني تقريبا نقول لك من المستحيلات. أسعار المنتوج مدروسة، غير أن حركية تسويقها ضعيفة نوعا ما، ويتوجب على الحرفي الاتكاء على علاقاته الشخصية. ولو تكفلت الحكومة بمثل هؤلاء الفنانين لاكتفت السوق بالمنتوج الوطني، ولم لا السعي إلى تصديره. لا مارش نديو نقولوا حنايا نقول لك حوالي 20-30%. نشوفوا مثلا نقولوا حنايا حاجات قامت لي 1.5 مليون، نحاول نبيعها ب1.8 مليون، فهمت؟ 2 ملايين. وعلى ذاك فيه واحد المناقشه يقول لك مثلا خلي لي كذا، تعرفي احنا البيع والشراء كيفاه. هذه الحرفة من أحد أهم القطاعات التي لابد أن تعول عليها الجزائر للانفتاح الثقافي على العالم وتنمية صادراتها غير النفطية بالسلعة السياحية، بهدف الوصول إلى بناء اقتصاد تقليدي من خلال التكيف الإيجابي من جهة، واختراق الأسواق العالمية من جهة أخرى. الأمر الذي دفع بالحرفيين إلى رفع التحدي بمحاولة منهم لإعادة بعث مثل هذه الصناعات التي طواها الإهمال والنسيان رغم غناها وثرائها بالجزائر.